كنتوقع إقصاء المنتخب المصري من الدور الأول ديال كأس إفريقيا القادمة. كيف كتسمع. وأخيرا عدنا بعد غياب طويل. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نشوفوا المنتخبات أو التوقعات ديال المنتخبات اللي غادي يدوزوا الدور الأول ديال كأس إفريقيا. وكيف ما كتعرفوا أن كل بطولة ديال كرة القدم كيكونوا فيها مفاجآت، بحال مثلا المفاجأة ديال السنة اللي فاتت هو خروج المنتخب الجزائري من الدور الأول. هذا العام هذا كنتوقع تكون مفاجأة بحال آخر مرة، ولكن هذه المرة عند المنتخب المصري اللي حتى واحد ما كيتوقع أنه يخرج من الدور الأول، ولكن أنا كنتوقع. غادي نقول لكم علاش. نبداو التوقعات ديالنا بالمجموعة الأولى. المجموعة الأولى اللي كنتوقع أنهم غادي يتأهلوا هو البلد المضيف كوت ديفوار، ثم ثانيا نيجيريا، وثالثا غادا تجي غينيا الاستوائية، وأخيرا غينيا بيساو. ولكن كنتوقع يتأهل غير الأول والثاني فقط، لأنه كاين إمكانية يتأهل الثالث. المجموعة الثانية اللي فيها المنتخب المصري، كنتوقع سيدي أن المرتبة الأولى غادا تكون عند غانا، المرتبة الثانية عند الرأس الأخضر. كيف كتسمع. المرتبة الثانية عند الرأس الأخضر، والمنتخب المصري غيجي في المرتبة الثالثة. ومع ذلك ما غاديش يتأهل حسب التوقع ديالي، هذا مجرد توقع وليس يعني ما كنعلمش الغيب. انا كنتوقع هكذا كنشوفها انا. المنتخب المصري غيجي في المرتبه الثالثه وما غاديش يدوز بتاتا، كما انه ممكن يدوز ولكن انا كنتوقع ما غاديش يدوز. ندوزو للمجموعه الثالثه اللي فيها المنتخب السنغال. طبعا السنغال ما عندهاش ما هادشي ديال التوقعات، غتجي في المرتبه الاولى، ولكن المفاجاه هي غامبيا هي اللي غتجي في المرتبه الثانيه، والكاميرون في المرتبه الثالثه، واخيرا غينيا. ولكن كنتوقع كذلك تأهل الكاميرون كأفضل ثالث، يعني من بين المنتخبات ديال أفضل ثالث الكاميرون غادا تأهل. ندوزو المجموعة الرابعة اللي فيها الجزائر، اللي كلشي كيتوقع أن الجزائر غتجي في المرتبة الأولى. أنا لا، أنا عندي توقع آخر. كنتوقع المفاجأة هو أن المنتخب الموريتاني غادي يجي في المرتبة الأولى. هذا المنتخب هذا هو الحصان الأسود ديال البطولة هذه، وعقلوا عليا. المنتخب الموريتاني غادي يجي في المرتبة الأولى، ثم ثانيا الجزائر، وثالثا بوركينا فاسو، واللي حتى هي كنتوقع غادا تأهل كأفضل ثالث، وأنغولا أخيرا ما غتأهلش طبعا. ندوزو للمجموعة الخامسة. المجموعة الخامسة اللي فيها تونس كذلك فيها مفاجآت. المرتبة الأولى كنتوقع حسب التوقع ديالي المنتخب المالي اللي هو منتخب قوي جدا، ثم المرتبة الثانية منتخب جنوب إفريقيا اللي حتى هو منتخب قوي، وتونس في المرتبة الثالثة. ولكن مع ذلك كنتوقع أنها غادا تتأهل. تونس يعني بحال داك القط اللي كيموت ويرجع يحيا. تونس غادا يعني تأهل كثالث المجموعة، وكاين إمكانية أنها تقابل مع المنتخب المغربي. ثم ندوزو لآخر مجموعة اللي فيها المنتخب المغربي. طبعا حتى هاد المجموعة فيها يعني مفاجآت، ولكن ماشي مفاجآت كبيرة. كاين اللي كيتوقع أن المنتخب المغربي ما غاديش يتأهل، ولكن المنتخب المغربي التوقع ديالي غيتأهل كأول المجموعة. ولكن الثاني هو اللي فيه المفاجأة، هي زامبيا. نعم، كنتوقع أن زامبيا هي اللي غادا تكون ثانية ديال المجموعة المنتخب المغربي، ثم الكونغو اللي غادي يتأهل كأفضل ثالث، وتنزانيا للأسف ما كنتوقعش غادا تتأهل. دونك هذا هما التوقعات ديالي بالنسبة للبطولة ديال كأس إفريقيا، وهادو كيبقاو مجرد توقعات، ولكن أنا متأكد يعني أكثر من 80% على الأقل، نقول 80% على الأقل من هاد التوقعات غادي يكونوا صحاح. يعني واحد الماكسيموم واحد 4 ديال التوقعات هما اللي ما غاديش يكونوا صح، 4 هما اللي ما غاديش يكونوا صح. وإذا جبت هذا العدد هذا يعني على الأقل 4 هما اللي خاطئين، يعني غادي ندير توقعات ديال الدور الربع النهاية والنصف النهاية والنهاية إن شاء الله. إذا كتفقوا معايا قولوها لي وتفاعلوا مع الفيديو. إذا ما كتفقوش أيضا كتبوا لي التوقع ديالكم في التعاليق. هذا ما كان في هذا الفيديو، إلى اللقاء.